السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقعد مع بعض في فيديو تطبيق جديد. تفتكر ليه زمان ناس كانت بتلف بالشهور تدور على شغل، ودلوقتي في ناس بتلاقي فرصة في أقل من ساعة من على الموبايلات؟ وهل فعلا التكنولوجيا سهلت حياتنا ولا خلت الشباب يدخل في سباق مرعب كله وهم وإعلانات وشغل مش حقيقي أصلا؟ استنى للآخر عشان هجاوبك على السؤال ده بالتفصيل. لكن النهاردة معانا أول واحد من تطبيقات ناس كتير في مصر بدأت تسمع عنه بقوة، هو تطبيق شغلانة. تطبيق اللي بيقولك ببساطة الشغل عندك على الموبايل. بس السؤال، هل فعلا التطبيق ده فرصة حقيقية ولا مجرد منصة تانية بتجمع بيانات وتكسب من تعب الناس؟ أول حاجة لازم نتعرف بيها ان التطبيقات دي توظيف بقت من أهم التطبيقات في حياتنا، لأن السوق اتغير بالكامل. زمان كنت تطبع كيف اف وتنزل تلف على الشركات. دلوقتي ضغطة زرار ممكن توصلك لوظيفة في محافظتك أو حتى شغل أونلاين. وهنا بيجي دور تطبيق شغلانة اللي بيركز بشكل كبير على وظائف اليومية ووظائف سريعة وفرصة عمل داخل مصر. ودي نقطة خلت التطبيق ينتشر جدا، خصوصا بين الشباب اللي بتدور على فرصة بسرعة. التطبيق فكرته ببساطة جدا. أول ما تنزل بتعمل حساب وتحدد نوع الشغل اللي بتدور عليه ومحافظة وخبرة بتاعتك، وبعدها التطبيق بيبدأ يعرض لك وظائف قريبة منك أو مناسبة لمهاراتك. من أكتر المميزات اللي ناس كتير مدحتها على جوجل بلاي ان التطبيق سهلة وسريعة ما فيهاش تعقيد، وكمان في تنوع كبير في الوظائف، سواء مبيعات او خدمة عملاء او سواقين او وظائف إدارية وحتى الشغل المبتدئين بدون خبرة. لكن هنا لازم نقف بحذر، لان اي تطبيق توظيفي بيبقى فيه فخ ناس كتير بتقع فيها بسبب الاستعجال. نصيحة لازم تعرفها ان ما تدفعش اي فلوس لاي شركة او اي شخص يكلمك من خلال التطبيق بحاجة رسوم تعيينية او كورسات الاجباري، لان في مستخدمين كتير اشتكوا في التعليقات من الاعلانات الوظائف مبالغ فيها او وظائف مترتبة غير حقيقية، مرتبها فيستك. وبعدهم كمان ان التواصل مع الجهات الطلبات البيانات زيادة او فلوس قبل مقابل، ودي نقطة لازم تاخد بالك منها. وطريقة الاستخدام الصح انك تعمل CV محترم وواضح، وتحط بياناتك الأساسية فقط بدون تفاصيل حساسة، وما توافقش على اي شغل قبلك. تتأكد ان اسم الشركة ومكانها حقيقي، ومكان ما تضغطش على اي لينكات غريبة تبع الاعلانات خارجية جوه التطبيق، لان بعض الاعلانات ممكن تكون مضللة او اهداف تجميع بيانات. اما بالنسبة لمميزات التطبيق الحقيقية، فاقوى نقطة فيها انه سريع جدا في العرض الوظائف الجديدة، ودي ميزة مهمة جدا لان فرص كتير تقفل بسرعة. وكمان تطبيق خفيف على الموبايلات الاقتصادية. في نقطة ناس كتير حبتها ان غير ان التقديم في الوظيفة او على الوظيفة بيتم بسرعة من الموبايل بدون لف كتير. لكن العيب موجودة برضو، في مستخدمين اشتكوا ان بعض الوظائف قديمة ولسه ظاهرة رغم ان اتقفل. وفي ناس قالت الاعلانات داخل التطبيق، ودي ايقونة للسؤال مهم: التطبيق مجاني بيكسب ازاي؟ بس حقيقة ان تطبيقات التوظيف بقت اغلبها بتربح بكثير من الطرق، واولهم الاعلانات اللي بتظهر لك المستخدمين. وتاني حاجة الشركات بنفسها احيانا بتدفع مقابل ترويج وظائف او ظهور بشكل كبير. وتالت حاجة من اهمها البيانات، لان البيانات باحثين عن عمل بقت كنز تسويقي ضخم. اهتماماتك وسنك ومحافظتك ونوع وظيفة بيدور عليها كلها معلومات ليها قيمة كبيرة في السوق الإعلانات والتوظيف. وهنتكلم بدايل، ففي بدايل زي وصف
ودي مميزات للوظائف الاحترافية وشركات كبيرة، كأنها أبطأ شوية في الوظائف اليومية. وفي كمان أندية اللي بيعتبر عالمية، وفي فرص كتير لكن محتاج خبرة في البحث. وكمان في لينكد ان، وده أقوى اختيار لو عايز تبين شبكة العلاقات والشغل الاحترافي على المدى الطويل. أما لو هدف كسرعة ووظائف قريبة، فالشغلانة بيفضل من التطبيقات السريعة والمباشرة. ورأيي إن هي تطبيق شغلانة فعلا مفيد جدا لو هتستخدمه بذكاء، وممكن يوفر وقت ومجهود كبير، خصوصا للشباب اللي محتاجة شغل بسرعة. لكن مشكلة هو في التطبيق نفسه، مشكلة ان تسويق التوظيف الالكتروني بقى مالية وعود وهمية واعلانات مضللة، فلازم تبقى ذكي وما تصدقش اي اعلان بسهولة. وفي النهاية نرجع لسبب بدأنا بالفيديو، ليه زمان ناس كانت بتدور بالشهور على شغل؟ لان المعلومة زي معلومة زمان كانت بطيئة، اما النهاردة فالمعلومة بقت اسرع من اكتر اي وقت. لكن وسط السرعة دي بقى لازم تفرق بين الفرصة الحقيقية والفخر اللي متغفل وفي شكل فرصة. ولو الفيديو ده عجبك وعايز تعرف الاسرار تطبيقات الناس بتستخدمها كل يوم من غير ما تفهم اللي وراها، اعمل لايك وشارك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.